حيدر حسين الجنان. حيدر حسين شنو؟ الجنان. لا اسم الجد؟ حيدر حسين علي. حيدر حسين علي الجناني. تولد؟ 1974. اشتغل شنو عمله؟ صحفي. صح. نعم نعم. حدث اليوم بشاهد حاضر امام المحكمه التاريخيه الرمزيه عن مظلوميه سيد الشهيد. انت صحفي وبالنتيجه يعني عملك هو الاطلاع على المعلومات ومن ثم نشر الاخبار. بما توفر لديك المعلومات من خلال هذا العمل ومن خلال الاطلاعات ومن خلال ما قمت من بعد، احنا نطلب منك اليوم ان تدلي بشهادتك امام هذه المحكمه بشكل موضوعي وبشكل منصف وبشكل ريادي. وانت اقسمت اليمين وانت امام الله وامام التاريخ، نطلب منك ان تدلي شهادتك مثل ما طلبت المحكمه. تفضل. فيما يخص الجريمه التي حدثت ضد سيدنا الامام زيد بن علي عليه السلام لم تكن جريمه عاديه، وانما كانت من اهم الجرائم ومن ابشعها ضد الانسانيه. فبدايه التحقيق الصحفي الذي قمت باعداده لمعرفه تفاصيل ما حدث لزيد عليه السلام، وجدت انها تختلف عن باقي الجرائم من سابقاتها ومن جاءت بعد هذه الجريمه. كلوا واشربوا من جسده اهل العراق. جريمه لم يعرف التاريخ مثيلا لها. استمر تنفيذها اكثر من 4 سنوات. بدأت بقتل إنسان ثم عقبها نبش بقبره واستخراج جثمانه ثم التمثيل به. فقطع رأس الجسد ومن ثم قاموا بحمله في الأسواق والمدن، وبعدها تم أخذ الجسد إلى منطقة الكناسة في الكوفة وقاموا بصلبه منكوسا. وما رافقت هذه العملية من إساءات بشعة ووحشية ضد زيد الشهيد عليه السلام. ولن ينزل هذا الجسد، وهي أيضا قضية مهمة وخطرة جدا، لأنه نعرف من خلال قراءتنا للتاريخ أن بعض الحوادث التي وقعت لن تستمر قضية الصلب أكثر من سنة. احنا بس يعني حيدر انت اليوم مطلوب مشاهد حتى تبين لك تكلمنا عن الجريمه، اما ما بعد الجريمه فما لا. احنا نطلب منك شهادتك عن الجريمه كيف حصلت وما هي القراءات او الاخبار او الادله اللي ممكن تحصل عليها. طبعا هذه الجريمه وقعت قبل 1313 سنه، وارتكبها الحاكمان الامويان 121 للهجرة. نعم. ارتكبها الحاكمان الامويان هشام بن عبد الملك، ومن ثم جاء من بعده الوليد بن يزيد بن عبد الملك ليكمل هذه الجريمه. نعم. وطبعا هناك تفاصيل كثيره، ومن منطلق ما يقوم به هؤلاء الظلمه في جريمه زيد، هم دائما سعوا الى تصفيه جميع خصومهم ومعارضيهم، ولم يكن زيد عليه السلام يمثل شخصيه بسيطه او عاديه في المجتمع الاسلامي، كانت لها مكانه كبيره في المجتمع الاسلامي. وعندما اراد زيد عليه السلام ان يعلن ثورته، فكانت ليس فقط يعني لمحبيه واتباع اهل البيت عليه السلام من انصاره، وانما اشترك هناك الكثير من الاشخاص. وقد سجل التاريخ واثرت على مصدر يؤكد ان ابو حنيفه كان تلميذا له ودافع عن ثوره زيد عليه السلام ودعمه بمبلغ 10,000 درهم. وهناك مسألة أيضا تتعلق بقضية هشام وقضية الوليد من خلال ما بحثت عليه في التحقيق الصحفي، فوجدت أن شخصية هذين الحاكمين إنهما كانا مريضان ومصابان بنوع من أنواع المرض الخطر على المجتمع، فهم حاولوا جاهدين خلال فترة حكمهم أن يسعون لا فقط إلى تصفية خصومهم، وإنما كان تشخيصهم بأنهم حالة منحرفة نادرة لكل الاجتماع والناس. بلي؟ هذا
المرض تقصد به جنون ولا شيء ثاني؟ لا، هو مصابين بمرض يسمى في علم النفس بالشخصية السايكوباثية، الشخصية المضطربة. يعني ما له علاقة بالجنون؟ لا، ما له علاقة بالجنون. وكانت يعني حتى أنه هناك هرمون يعني له علاقة بقضية الوراثة يسمى الجوراين والذي ينتقل بالوراثة، فكانت هؤلاء مجرمان أيضا بالوراثة، ورثوا الإجرام والحقد على أهل البيت عليهم السلام من خلال هذه الهرمونات. خلينا بالشهادة بصبر الموضوع. وهناك موضوع جدا مهم، كان هناك رواية تذكر بأنه الحاكم الأموي الوليد بن يزيد كان مجرما وزنديقا فاسقا، فلم تعرف الأمة الإسلامية شخصية مثله، وخصوصا وقد ورد حديث يدل على ذلك، قول الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الوليد أشد على هذه الأمة من فرعون لقومه. وعندما أعلن زيد عليه السلام الثورة كان عمره 57 عام، ثار في الكوفة سنة 121 هجرية، وكان عدد من ثار معه 218 شخص. نعم، هذول أصحاب زيد. أصحاب زيد. وهناك موضوع جدا مهم، أن زيد عليه السلام كان يعرف في عصره بأنه حليف القرآن، وكان يعني شخصية دينية، وهو ابن إمام وأخ الإمام، وعالم من علماء الفكر وعلماء الفقه، ترك بصماته في مجال الموسوعة العلمية لآل البيت عليه السلام، ولم يكن في التاريخ يعني شخصية في ذلك العصر كشخصية زيد، وكانت الغاية من صلبه ومن تنفيذ جثته ومن أجل إيصال رسالة إعلامية إلى المجتمع آنذاك بأن هذا سيكون هو الحكم لكل من يخرج على الدولة الأموية. وأيضا عثرت على وثيقة مهمة هي تدين الوليد بن يزيد. هذه الوثيقة المهمة تؤكد من المصادر التاريخية المعتبرة، تؤكد بأنه في زمن الوليد بن يزيد بن عبد الملك وعند ظهور يحيى بن زيد سنة 125 هجرية، كتب الوليد إلى يوسف بن عمر الثقفي: إذا أتاك كتابي فاحرق عجل العراق وانسفه باليم نسفا، فأمر بإنزاله من جذعه وأحرقه بالنار. رسالة وردت من الوليد بن يزيد إلى والد العراق يوسف بن عمر، تثبت هذه الرسالة بأن هناك أوامر صدرت من الحاكم الأموي لغرض إنزال زيد وحرقه، ومن ثم بعد ذلك بعد أن بقى الجسد عظام قاموا بالهواوين بدق هذه العظام، ومن ثم نسفوها، وأمر والي العراق أهل الكوفة مخاطبا لهم: كلوا واشربوا من جسده. هذه سنة 125 هجرية. سنة 125 هجرية. نعم. وتناولت أيضا يعني هناك الكثير من الذين شهدوا على هذه القضية من الأشخاص ليسوا من العراق وإنما من السنغال ومن اليمن ومن روسيا. طيب هنا أنت تتكلم عن عملية صلب ومن ثم حرق ومن ثم ضرب هذا ما حدث لنا من اللي قام بالقتل؟ القتل سنة 121 بعد أن أعلنت الثورة. من اللي ساهم بهذا؟ اللي ساهم طبعا المجتمع آنذاك. كانت الدولة الأموية تستخدم نوعين في مجال فيما يخص الإعلام الترغيبي والإعلام الترهيبي. فكانت دائما يعني بدأت الثورة وهي منتصرة عندما أعلن زيد عليه السلام ثورته ضد الحكم الأموي، ولكن فيما بعد استطاعت الدولة الأموية من خلال الأساليب الإعلامية الكثيرة وبالذات الحرب النفسية وما رافقها من وسائل الترغيب لمن يريد المناصب أو يريد المال. وبقت قضية أخرى أن ما جاوبت على السؤال. من الذي قام بعملية القتل خلال معركة كان والي العراق يوسف بن عمر الثقفي في فترة هشام بن عبد الملك. نعم.
وكان مشترك في هذه القضية الحكم المصري. نعم، الحكم المصري يعني كان له دور. كان له دور أيضا في عملية القتل. نعم. المعروف. طيب الوليد شو كان دوره؟ منو؟ الوليد. الوليد كان هو الحاكم، وبأمر منه تحركت هذه القوات لقتال وإخماد ثورة زيد عليه السلام. يعني 4 أمور بالنتيجة كان عندهم الاشتراك في عملية القتل ومن ثم الجرائم الأخرى. نعم. ويعني هي جريمة باعتبار أنها حدثت خلال فترة 4 سنوات، فكان يعني المشتركين فيها سنة ونص ارتكب جريمة القتل والصلب على مدار سنة ونص هشام بن عبد الملك. وبعد تولي الوليد بن يزيد الحكم قام بارتكاب يعني فترة ما يقارب السنتين ونصف حسب إحدى الروايات بأنه هو من قام بقضية فيما بعد الحرق بأمر منه ودق الأظام ونسفها وأمر الناس بالأكل والشرب من جسد زيد الطاهر عليه السلام. وكان في قضية أولا وين موضوع المجتمع الإسلامي بتلك الحقبة. ركز بشهادتك إلى آخره، يعني ما تتوسع على أحداث تاريخية، بل شهادتك مركزة على الأحداث اللي في القضية. هذا كل ما لدي في يعني قضية الإثبات عن قضية زيد، فضلا عن وجدت هناك يعني مطالبات قانونية لإدانة هذه الجريمة وتوثيقها وتسجيلها كجريمة رأي عام، لأن يعني المهم نشر هذه المظلومية وصفها جريمة حربية. هذه الأشياء تخص المحكمة هي لا تقر بها، يعني مشاهدة الشهادة. طيب سؤالي لك يا حيدر، أنت باعتقادك من خلال هذه التحقيقات اللي أجريتها ومن خلال الأخبار اللي نقلتها، شنو سبب الثورة؟ الثورة هي كانت يعني الخلاف لم يكن على أساس الحكم والسيطرة كما يتصور البعض، وإنما كان زيد عليه السلام يمثل الرأي الإسلامي الصحيح، بينما كانت من الجهة الأخرى الدولة الأموية كان الحاكم الأموي وإن كان يسمى خليفة المسلمين إلا أنه كان هو أول شخص يخرج على القرآن ويخرج على السنة النبوية. وزيد باعتباره عالم من علماء الشريعة الإسلامية ورث العلم من والده وأجداده. يعني قصدك أنه هذا العمل اللي كان فيه ثورة كان واجب شرعي؟ كان واجب شرعي للحاكم، لأنه القضية حدثت في فترة هي بالأصل يعني فلبان الحكم الإسلامي، وكان الحكم الإسلامي في تلك الحقبة منحرف بسبب سياسات الحكام الأمويين هشام والوليد. طيب حيدر، خلال مشاهدتك هذه أمام التاريخ تتأكد أن هؤلاء المتهمون ال4 هم الذين قاموا فعلا بعملية القتل والحرق والصلب وبعد ذلك ذر الرماد؟ نعم. نعم. عندك شيء آخر تضيفه؟ لا. سيد المدعي العام أكو سؤال؟ لا شكرا. أستاذ وكيل المتهمين أكو سؤال؟ طيب شكرا أستاذ.